رفعت الجمال أو رأفت الهجان هل فعلا كان عميل مزدوج؟ علشان تعرف أصل الحكاية تابع معايا. في 3 يناير سنة 86 فاجأت مصر العالم كله من ناحية والصهاينة من الناحية التانية بالإعلان عن أكبر جاسوس في منطقة الشرق الأوسط، وإن قصته الحقيقية كتبها الكاتب الكبير صالح مرسي من ملفات المخابرات العامة المصرية، ونشرت في العدد 3195 من جريدة المصور المصرية. وطبعا لما كل المصريين عرفوا الخبر ده وجريوا عشان يشتروا العدد اللي وزع اكتر من نص مليون نسخة في اول يوم لصدوره، لقوا ان الكاتب الكبير صالح مرسي بيقول ان في ضباط من المخابرات العامة المصرية اتصلوا بيه وابلغوه ان مصر قررت الافصاح عن اهم واكبر جاسوس مصري ضد اسرائيل، وان بالفعل تمت مقابلات لصالح مرسي مع اللواء متقاعد عبد المحسن فايق الشهير بمحسن ممتاز، وده كان احد الضباط اللي جند الجاسوس المصري. وكمان قابل صالح مرسي اللواء عبد العزيز الطودي اللي اتشهر باسم عزيز الجبالي، واللي كان مسؤول عن الجاسوس المصري طوال ال 17 سنة اللي عاشهم كجاسوس، لدرجة ان صالح مرسي بيقول اني كتبت اكتر من 208 ورقة فلوسكاب اللي اتكتبت فيهم تفاصيل القصة بالكامل، وقال ان كل كلمة مكتوبة موثقة من المخابرات العامة المصرية ومتوافق عليها. وسمحت المخابرات العامة بنشرها في جريدة المصور مسلسلة عدد ورا الثاني باسم رأفت الهجان، وهو الاسم الحركي لرفعت الجمال. وبمجرد ما يحصل كده في مصر تتقلب الدنيا في اسرائيل حرفيا، وحصلت هزة داخل المجتمع الإسرائيلي ككل، وخصوصا ان شخصية رفعت الجمال اللي اعلنت عنها مصر واللي كان مشهور في اسرائيل جدا باسم جاك بيتون كان معروف جدا في اسرائيل كلها، وانه كان صديق شخصي مقرب لجولدا مائير رئيسة الوزراء الإسرائيلية وموشي ديان وزير الدفاع. وطبعا كانت الصدمة مرعبة لأن أسطورة خط بارليف الذي لا يقهر كانت لسه قدام عينيهم، والصحف الإسرائيلية كتبت بعد الهزيمة إن خط بارليف كان كذبة كبيرة. فطبعا موضوع خطير زي ده لشخص معروف جدا زي جاك بيتون كانت مصيبة بكل ما تحتوي الكلمة من معنى، وخصوصا إن الإسرائيليين كانوا دايما بيقولوا إن جهاز الموساد هو الجهاز المخابراتي الذي لا يخترق. وطلعت صحف إسرائيلية زي بديعوت إحرانوت ومعاريف يطالبوا رئيس الموساد بتوضيح الأمر، واللي زاد الطين بلة عندهم إن مصر أعلنت بعد النجاح الأسطوري للقصة في جريدة المصور تحويلها لمسلسل تلفزيوني، والفضيحة بقت بجلاجل. الموساد في الأول التزم الصمت الرهيب، طلع رئيس الموساد في بيان مقتضب قال فيه إن القصة دي من اولها لاخرها من خيال المخابرات العامة المصرية، وعلى المصريين ان هم يفتخروا بان عندهم مؤلفين خيالهم واسع قوي كده. وراحوا الموساد مطلعين تسريبات ان جاك بيتون يهودي اسرائيلي، وان مصر لو عندها دليل زي ما كتبت في رواياتها تظهر، وان الموضوع كله ما هو الا فبركة اعلامية كذابة كعادة المصريين مع شعبها. راحت المخابرات العامة اظهرت لهم واظهرت للعالم كله صور رفعت الجمال مع ابوه علي سليمان الجمال واخواته سامي ولبيب ونزيهة، وصورة وهو في المدرسة الابتدائية، وصورة وهو في الثانوي التجاري، وصورته وهو بيصلي العيد مع اصحابه في مصر، ده غير صورة جواز سفره المصري وصور زيارته لمصر اللي كان بيجيها في الستينات، وانه مصري وابن مصري وعاش وتربى في حواليك يا مصر، وبالدليل القاطع الذي لا يقبل النقاش. وتيجي تحصل كمان لليهود مفاجأة كبيرة، تطلع صحيفة إسرائيلية اسمها جورزاليم بوست. الصحيفة دي كانت معمولة في الأساس بتمويل أمريكي، وكانت مهتمة بكشف الحقائق والفساد في إسرائيل. والصحيفة دي بمجرد ما شافت اللي بيحصل اتأكدوا إن في مصيبة كبيرة، وإن الموضوع فيه مصيبة أكبر وأكبر. إزاي المخابرات المصرية هتعمل الفرح الكبير ده ويكون الكلام كله كده؟ وإزاي الموساد يطلع ينفي بسكات وهدوء كده؟ أكيد الموضوع في كارثة. وبدأوا هم التحقيق من ناحيتهم على أوسع نطاق، وراحوا رايحين عند إمري فرايد. مين بقى إمري فرايد؟ ده كان شريك رأفت الهجان في شركته السياحية اللي فتحها في إسرائيل، واللي اتشهر في التمثيلية باسم أورلو ظروف، وقدروا إن هم يوصلوا له، وراحوا موريين له صورة جاك بيتون أو رأفت الهجان اللي في الجرايد المصرية، وقالوا له هو ده شريكك؟ قال لهم أنا كنت مشاركه 7 سنين كاملين. وقال لهم مفيش حد في إسرائيل ما يعرفش جاك بيتون أو يتوه عنه حتى، ده كان هيترشح للكنيست عن حزب العمال، وإنه صديق شخصي لجولدا مائير
ومشي ديان وعايزرا وايزمان. راحت طالعه الصحيفه وكتبت كل الكلام ده وراحت نشرها، ويطلع 2 كتاب اسرائيليين يعملوا كتاب يزلزل اسرائيل على دماغهم، وعملوا الكتاب دون باسم الجواسيس، وذكروا في الكتاب بتاعهم القصة اللي قالتها المخابرات العامة المصرية، وقالوا حرفيا اننا عملنا تحقيقات موسعة وتوصلنا ان كل كلمة وتفاصيل ذكرتها المخابرات المصرية صحيحة. ودي كانت الطمة الكبرى للموساد الاسرائيلي، ازاي مواطن اسرائيلي لامع ومشهور جدا ومعروف بانتمائه وحبه الكبير لاسرائيل عاش عندهم 17 سنة، والمصريين بيقولوا للعالم كله انه مصري وكان جاسوس لصالح مصر ومسلم وبيشتغل لصالح مصر طول ال17 سنة دول، وانه ما اتكشفش وكمان مات على سريره. كل ده وهم نايمين في العسل. فضيحة بكل المقاييس. وكمان صحف اسرائيلية وكتاب متخصصين في علم المخابرات يهود طالعين يقولوا ان الموضوع حقيقي وبيأكدوه. طبعا فضيحة بكل المقاييس. وسكات الموساد دون عمل رعب لليهود كلهم وضجة كبيرة في العالم كله. وهنا طبعا يخرج جهاز الموساد عن صمته ويطلع بقى المرة دي بيان رسمي اللي اعلن فيه ان فعلا رفعت الجمال كان جاسوس مصري، لكن تم اكتشافه سنة 56، وان اللي بلغ عنه شريكه امري فرايد لما لاحظ تكرار سفرياته ولاحظ معاه دولارات كتير. ولما جه بلغنا قلنا له ما تتكلمش عن الموضوع دون حتى لو اتسألت عنه. وبعد كده قمنا بمراقبته مراقبة جديدة واكتشفنا انه بيقابل ضباط مخابرات مصرية وانه كان مسافر فعلا بره. ولما لقيناه بيقابل ضباط مخابرات سيبناه لما رجع اسرائيل، واول ما رجع قبضنا عليه واعترف لنا بانه جاسوس مصري وانه كان مسافر المرة دي وما كانش عايز يرجع اسرائيل تاني، لكن المخابرات العامة هم اللي اصروا على رجوعه، واننا لو ما كناش احنا قبضنا عليه هو كان هيسلم نفسه لانه كان خلاص تعب وبيموت من الرعب اللي شايفه كل ليلة، لانه كان عارف ومتأكد من قوة جهاز الموساد. وعرضنا عليه اما الاعدام او التعاون معانا في تضليل المخابرات العامة المصرية، وطبعا وافق على تضليل المصريين واستفادنا جدا من وجوده، وانه هو كان فعلا من الاسباب الكبيرة في انتصارنا في 67. وطبعا ردت المخابرات العامة المصرية بمنتهى القوة والثقة بالأدلة ان رفعت الجمال عرف عن طريق مشي ديان ان اسرائيل عملت عمليات مسح جوي لكل القواعد الجوية لمصر وسوريا والعراق، واظهرت المخابرات المصرية وثائق وتسجيلات لرفعت الجمال بميعاد حرب يونيو 67 للأسف، وانه بكى لما مصر ما اهتمتش بمعلوماته الموثقة دي. وكمان اظهرت المخابرات العامة دوره العظيم في حرب 73 لانه امد مصر بالخرائط الكامله لخط بارليف، ده غير صفقات الاسلحه اللي كانت القياده السياسيه بتاعتنا بتطلع في وسط الخطب وبيقولوا كان في اجتماع سري اتعمل يوم كذا مع الفرنساويين واتفقتوا فيه على اسلحه كذا وكذا، وكان في اجتماع سري مع الالمان واتفقتوا فيه على غواصات بقيمه 200 مليون دولار، وكلها بالتسجيلات والوثائق. ده غير دوره الاعظم في تسليم مصر بخرايط فتحات النابالم بالكامل. قناة السويس كانت كبيرة جدا وأماكن فتحات النابالم سرية جدا وصغيرة جدا ومحدش يقدر يكتشفها بسهولة أبدا، وإن كل الخرايط بالفتحات وأماكن الفتحات سلمها البطل لرفعت الجمال للمخابرات العامة. وشوفوا حلقة العراف وانتوا تعرفوا جاب الخرايط دي منين ومن مين وازاي، وإن خرايط النابالم دي كانت مفتاح العبور للقناة. والمخابرات العامة قالت لهم لو كان شغال معاكم فعلا زي ما انتوا بتقولوا فلازم تتحاكموا بتهمة إفشاء أسرار عسكرية سليمة 100% ساهمت في تدمير خط بارليف بالكامل. ده غير ان رفعت الجمال صمم ان مراته ما تولدش ابنه دانيال في اسرائيل، وصمم ان هي تولده في المانيا علشان ما ياخدش الجنسيه الاسرائيليه، وفعلا امه ولدته في المانيا. ولما عرضت جولدا مائير على رفعت الجمال او جاك بيتون انه يكون وزير للتجاره رفض، لانه كان هيبقى تحت الميكروسكوب 24 ساعه بصفته وزير. واكيد طبعا عارفين دوره في كشف إيلي كوهين، واللي ما شافش حلقة إيلي كوهين يشوف البطل رفعت الجمال كشفه ازاي. وبتقول المخابرات العامة ولما جه يعتزل طلب انه يجي ويعيش في مصر
لكننا رفضنا حرصا مننا على سلامة بطلنا العظيم. والمخابرات العامة قالت للموساد الإسرائيلي وقدام العالم كله لو انتوا بقى عندكم معلومة واحدة مغلوطة ادهالنا رفعت الجمال طلعوها قدام العالم كله. وطبعا لما الموساد خرس ومعرفش يرد على مصر ابتدى يرد كالعادة مش بإيده، لا بإيدينا احنا. علشان كده في بعض المصريين رددوا ان رفعت الجمال كان عميل مزدوج، وبيقولوا ان دليلهم ان رفعت الجمال اخترق مدة الخمول اللي بيعيشها اي جاسوس بيروح من دولة لدولة، وده علشان يبلغ مصر بميعاد حرب 56 لانه كان رايح ما بقالوش غير سنة واحدة ومصر قالت له اقعد سنتين، فاخترق مدة الخمول عشان يبلغها الخبر، وان الصهاينة لقطوه وتم تجنيده، وان لو مصر كانت اخدت منه فعلا ميعاد حرب 67 اكيد ما كانش حصل اللي حصل. وده طبعا للأسف نفس كلام الصهاينة. طبعا المخابرات العامة ردت برضو على الكلام الفاضي ده وبالأدلة ان رفعت الجمال كان على درجة عالية جدا من الحذر، وانه ما اخترقش الخمول ابدا، وان خبر العدوان الثلاثي بلغه بنفسه في مقابلة داخل تل أبيب مع نديم قلب الأسد. أما بقى معلومة حرب 67 فتم الرد بالدليل القاطع إن في محاضر لجان التحقيق اللي حصلت في مصر بعد النكسة واللي حضرها الرئيس عبد الناصر بنفسه اللي ذكروا بشهادته معرفته بنية إسرائيل بالهجوم على مصر يوم 5 يونيو 67، وإنه أبلغ قائد الجيش عبد الحكيم عامر في الاجتماع السري اللي اتعمل في قاعدة بلبيس الجوية يوم 2 يونيو 67 وقال لهم إن معايا معلومة مؤكدة ان الضربة الاولى هتكون على المطارات الجوية يوم 5 يونيو على الطيارات وهي في مكانها، وشوف حلقة نكسة 67 وانت تعرف التفاصيل بالكامل. وطبعا الكلام ده كله اكد كلام رفعت الجمال وكلام المخابرات العامة المصرية، ويجي للأسف الموساد ياخده بشهادة كاتب صحفي كبير للأسف برضه كان محسوب على النظام اللي قال ان مصر قبل 67 ما كانش ليها جاسوس واحد في اسرائيل، ده على اساس ان المخابرات العامة كانت لازم تستأذن سيادته قبل ما تزرع اي جاسوس. وللاسف برضو اللي ما يعرفوش الكتير من اللي بيشككوا في وطنية رفعت الجمال ان مصر بقيادتها السياسية كافئت رفعت الجمال بعد ما اعتزل في السبعينات ومنحته مصر عقد امتياز لحقل بترول كان اسمه حقل المليحة في الصحراء الغربية. وطبعا الجمال كان مؤسس شركة بترول ألمانية كان اسمها جبتكو، ده غير ان اللواء محمد نسيم المشهور باسم نديم قلب الاسد اللي اكد في مذكراته ان الجمال كان مصري 100%، وان اي كلام بيتقال عليه ما هي الا خزعبلات، وان كل معلومة ارسلت من الجمال لمصر اتحققت بالكامل حلوها ومرها. ده غير ضابط المخابرات المصرية الكبير اللواء محمد رشاد وكيل المخابرات العامة السابق واللي تولى ملف الجمال اللي قال بالنص نجحت المخابرات العامة المصرية في اختراق المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وبالأخص السلاح الجوي، لأن كان فيها أفراد كانوا من ضمن شبكة التجسس اللي أقامها رفعت الجمال. وشهادة اللواء محمد رشاد موجودة في المصادر صوت وصورة، وقال ان المعروف في كل انظمة المخابرات في العالم ان اي عميل مزدوج بمجرد ما ينتهي من مهمته ويعتزل بيتم قتله من الجهة الاخيرة علشان يموتوا سره معاه، الا ان البطل العظيم رفعت الجمال اصيب في نهاية السبعينات وهو لسه عنده 56 سنة بسرطان الرئة علشان يتوفى في 17 نوفمبر سنة 78 ويسيب وصية قالها بنفسه لزوجته وهو بيموت انه مصري ومسلم وعليها ان هي تتواصل مع المخابرات العامة المصرية زي ما قالت بنفسها في المصادر وهتلاقوها صوت وصورة. وان اسرائيل من وقت الكشف عن رأفت الهجان واذاعت مصر للمسلسل بتاعه اللي مفيش حد في مصر والوطن العربي كله ما شافهوش وما حبهوش وجسده الفنان الكبير محمود عبد العزيز بكل حب ووطنية هو وكل اللي اشتركوا في العمل العظيم ده علشان يكون اقل رد للجميل لبطل عظيم ضحى بحياته وعمره كله علشان حاجة واحدة بس، كان بيحب البلد. عدوك عايز يشككك في نفسك وفي وطنك وعاوزك تقول بلسانك انك انت ما عندكش ابطال وان كلهم خاينين، وبيلعب على الناحية النفسية لانه عارف ومتأكد انها الحرب الاقوى لأي دولة، الحرب النفسية. علشان كده بيشككك على طول في كل اللي حواليك ويخليك تحس ان الكل خاين علشان تفقد الثقة في نفسك ويدمرك. لازم تتأكد ان احنا عندنا ابطال عظماء بمعنى الكلمة. الصهاينة ما نسيوش اللي المخابرات العامة ورفعت الجمال عملوا فيهم، علشان كده بيحاولوا يشوهوا صورته وسمعته
بالكذب والتلفيق، بس مهما حاولوا عاش عندهم 17 سنة والقفا كان صعب شويتين. مصر مليانة بالرجالة المخلصين اللي وقت الجد مستنيين إشارة منها ومستعدين فعلا إن هم يضحوا بشبابهم